مشاهدونا الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء وأستهلها بالعناوين. السيطرة على أسراب الجراد في جندع وفرو. تأهيل الأسر المحتاجة في الإقليم الأوسط. خدمات بيطرية جيدة في تسني. عشرات القتلى والجرحى إثر تفجيرين لسيارتين مفخختين بشمال سوريا. بريطانيا ستطلب الانضمام إلى اتفاق التجارة الحرة في منطقة المحيط الهادي. إثنى أكثر البراكين الأوروبية نشاطا يثور مطلقا الحمم البركانية. السلام عليكم ورحمة الله. أفاد مراسل وكالة الأنباء الإريترية السيطرة على سربين من الجراد الصحراوي ظهر فجأة في سهول قحتيلاي في مديرية جندع وقدم لحزين في مديرية فرو، وذلك بتضافر جهود وزارة الزراعة وقوات الدفاع دون إحداث الأضرار في المزارع والمراعي. وأوضح المهنيون وأعضاء قوات الدفاع المشاركون في حملة الإبادة إن الجراد الذي أمضى ليلة 27 من يناير في السهل الشاسع بالقرب من سد قحتيلاي تمت إبادته قبل طيرانه بتوظيف 3 سيارات رش و45 آلية رش محمولة. وقال عضو وزارة الزراعة سيد قديك فلاي إن أسراب الجراد الخطيرة من حيث النوع والكثافة التي رحلت من الغرب إلى قحطيلاي غطت مساحة تبلغ أكثر من 300 هكتار، وإن القدرات البشرية المدربة مسبقا والمعدات الجاهزة والتجارب المكتسبة ساعدت على إبادتها سريعا. وذكر إن الجراد كان بإمكانه إحداث دمار كبير لعدم بلوغه مرحلة الإباضة، موصيا المزارعين للقيام بالمتابعة والمراقبة الدائمة والإبلاغ الفوري للجهات المختصة لدى مشاهدة الجراد، وحث على عدم رعي المواشي في أماكن رش المبيدات الحشرية ل4 أيام. أفادت المعلومات الواردة من مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في إقليم شمال البحر الأحمر بأن المكتب قام بصرف أكثر من 17 مليون نقفة خلال عام 2020 في برامج الرعاية الاجتماعية. وأوضح مسؤول الفرع السيد إسماعيل عثمان إن أكثر من 10 ملايين نقفة وزعت على أسر الشهداء، وحوالي 3 ملايين لرعاية معاقي الحرب، وحوالي 4 ملايين نقفة لتأهيل الجهات المحتاجة. وأشار السيد إسماعيل إلى فتح فرص القروض بلا فوائد ل 238 من معاقي الحرب في إطار العمل الجاري لحصول معاقي الحرب على مبلغ مالي يسهم في بدء العمل والاعتماد على الذات. في غضون ذلك ساهم المواطنون المقيمون في الخارج بأكثر من 2,170,000 نقفة ل 479 أسرة شهيد. قامت وزارة العمل والرعاية الاجتماعية بتأهيل 99 أسرة محتاجة في 16 مديرية بالإقليم الأوسط بالمواشي والنشاط التجاري بصرف حوالي 1,000,000 نقفة، وذلك بقيمة 10,000 نقفة لكل أسرة. والأسر التي تم تأهيلها هي من رعاة الأيتام والمعاقين والمسنين الذين ليس لهم راع والمرأة الراعية. وقال مسؤول مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في الإقليم السيد تدروس في السهية تأهيل 17 أسرة بالماشية و82 أسرة بالنشاط التجاري المصغر. وقد بدأت وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في مشروع تأهيل المواطنين المحتاجين عام 1994 لإحداث تغيير في حياة المواطنين. وأكدت الأسر المؤهلة على العمل بقوة لتحسين حياتها المعيشية مستفيدة من الدعم المقدم. أفاد مكتب وزارة الزراعة في مديرية تسني أن الخدمات البيطرية والتطعيم المنتظم للمواشي ساعد في تكاثرها. وأوضح مسؤول الثروة الحيوانية في المكتب السيد إلياس منهاسي أن المكتب يقوم بتطعيم المواشي ضد مختلف الأمراض الباطنية والجلدية. وذكر أن السدود المشيدة أسهمت في تنمية المياه الجوفية وحصول المواشي على المياه عن قرب. وأشار إلى بناء وزارة الزراعة مبنى لحفظ الألبان لضمان إيصال الألبان التي تأكد خلوها من الأمراض إلى المستهلك، غير أن المبنى لم يبدأ بعد في تقديم الخدمات، مما يتوجب على الجهات المعنية الإسراع في العمل.
من جانبه أوضح مسؤول إنتاج اللحوم في مكتب وزارة الزراعة في المديرية السيد رؤسو مرعية إن غزارة الأمطار هذه السنة مكنت من الحصول على العلف الأخضر وبقايا الحشائش الزراعية، إضافة إلى حجز مساحة تبلغ أكثر من 27 ألف هكتار كمراعي. وأفاد أصحاب المواشي بأن مواشيهم في وضع جيد بفضل الخدمات البيطرية والحصول على المياه والمرعى عن قرب. ذكر مكتب وزارة الصحة في إقليم جنوب البحر الأحمر إن تطعيم الأطفال والأمهات والمرأة عامة يسهم في ضمان صحة المواطنين. وأوضح مسؤول برنامج التطعيم في الإقليم السيد حمد إدريس إن السل وشلل الأطفال والسحائي والتهابات الرئة والتيتانوس والسعال الديكي والحصبة والروبيلا من الأمراض التي بالإمكان مكافحتها بالتطعيم، وقد تمت السيطرة عليها بالتطعيم الجاري في المؤسسات الصحية والفرق الصحية الجوالة. وأشار إلى تقديم التطعيم ضد 12 نوعا مرضا للأطفال من عمر السنة والسنتين، وتطعيم التتنس للمرأة من عمر 15 وحتى 45، موضحا بأن تمكن المؤسسات الصحية من الحصول على الأدوية الكافية والثلاجات كان له دور كبير في إنجاح برامج التطعيم. وأوضح السيد حمد إدريس أن برامج التطعيم المنتظمة تحقق نتائج مرضية لمشاركة المؤسسات الحكومية والمجتمع، ويجب مواصلة التنسيق والمشاركة لمزيد من الإنجازات. تساهم أنشطة إصحاح البيئة في ضاحية إيرا تحتاي في مديرية عيلة برعد لمكافحة الأمراض المعدية وضمان صحة المواطنين. وأوضح الممرض في نقطة الإسعافات الأولية في الضاحية ميكائيل تخلماريان مع بناء المراحيض وإصحاح البيئة انخفضت الأمراض الناجمة عن نقص النظافة. وقال مدير الضاحية السيد جابر تخلاي إن افتتاح النقطة الصحية خفف من المصاعب الصحية في المنطقة التي تعتبر نائية ولديها مشكلة مواصلات، داعيا لتطوير النقطة الصحية إلى عيادة. وناشد السكان لتطوير النقطة الصحية وضعا في الاعتبار لمصاعب الحمل والولادة وحل مشكلة الطريق. ويسهم بدء الخدمات الصحية إلى جانب الخدمات الموجودة مياه وتعليم والهاتف الجوال بدور مشهود في حياة السكان. سيداتي سادتي، بعد الفاصل أعود بالأخبار الخارجية. أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل 12 شخصا بينهم 7 مدنيين وإصابة نحو 30 شخصا في تفجيرين منفصلين بسيارتين مفخختين، أحدهما في مدينة عزاز وآخر قرب مدينة الباب، الواقعتين تحت سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها شمالي سوريا. وأفاد المرصد في حصيلة جديدة بمقتل 7 مدنيين بينهم امرأتان وطفلان في تفجير سيارة مفخخة قرب المركز الثقافي في مدينة عزاز، ما أسفر أيضا عن إصابة نحو 30 آخرين. وفي وقت لاحق استهدف تفجير سيارة مفخخة حاجزا لمقاتلين سوريين موالين لتركيا قرب مدينة الباب، ما أدى إلى مقتل 5 منهم على الأقل. وتشهد مناطق شمال سوريا التي تسيطر عليها تركيا وفصائل سوريا موالية لها تفجيرات بسيارات ودراجات مفخخة، ونادرا ما تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها. وغالبا ما تتهم أنقرة المقاتلين الأكراد الذين تصنفهم إرهابيين بالوقوف خلف هذه التفجيرات. بعد شهر على خروجها من السوق الأوروبية الموحدة في أعقاب انفصالها عن الاتحاد الأوروبي، أعلنت بريطانيا أنها ستطلب رسميا الانضمام إلى اتفاق التجارة الحرة في منطقة المحيط الهادي الذي يحمل اسم اتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادي، ويضم 11 دولة من آسيا وإفريقيا. ومن المقرر أن تقدم وزيرة التجارة الدولية البريطانية ليز تروس رسميا طلب انضمام المملكة المتحدة إلى اتفاق التجارة الحرة الذي يضم خصوصا أستراليا وكندا وتشيلي واليابان والمكسيك وفيتنام. واتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادي هو النسخة الجديدة من اتفاق التبادل الحر عبر المحيط الهادي الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق
دونالد ترامب. ولفتت وزيرة التجارة في بيان إلى أن المفاوضات بين لندن والشركاء في تكتل اتفاق الشراكة الشاملة يتوقع أن تبدأ هذا العام. وأبرم اتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عام 2019 لإزالة الحواجز التجارية بين 11 دولة تمثل نحو 500 مليون مستهلك في منطقة آسيا والمحيط الهادي. ويهدف الاتفاق أيضا إلى مواجهة النفوذ الاقتصادي المتزايد للصين. ثار بركان إتنا أكثر البراكين الأوروبية نشاطا مطلقا الحمم البركانية مرات عدة. وبما أن النشاط البركاني كان متوقعا إلى حد كبير فإنه تم تأمين الموقع ولم يتم الإبلاغ عن سقوط جرحى أو وفيات. ويعتبر جبل إتنا الذي يقع في جزيرة صقلية من المقاصد السياحية الشهيرة، ومشاهدة ثوران البركان مذهلة خاصة عند رؤيته ليلا. بدأ أول تساقط كبير للثلوج منذ عامين في العاصمة الأمريكية واشنطن، وعدد من المناطق المجاورة تجاوز ارتفاع تراكم الثلوج في بعض الأحياء 8 سنتيمترات. وأطلقت خدمة الطقس الوطنية منذ أيام تحذيرات من تراكم الثلوج وإغلاق بعض الطرقات تحسبا لهطول ثلجي لم تشهد له المنطقة مثيلا منذ سنوات. وانتقلت الثلوج إلى أجزاء من ولايتي فرجينيا وماريلاند، ثم انتشرت في الجنوب والغرب، وسرعان ما غلفت المنطقة بأكملها. وستشمل العاصفة عدة مدن في ولاية ماريلاند وفرجينيا ووسط فرجينيا وبنسلفانيا ونيو جيرسي ونيويورك وغيرها في الشمال الشرقي. وأعلنت عمدة العاصمة موريل باوزر حالة طوارئ الثلوج في المنطقة، وكذلك أعلنت عدد من المدن المجاورة إجراءات احترازية. سيداتي سادتي، انتهت نشرة أخبار المساء قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، طبتم بألف خير، والسلام عليكم.